بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا بوجه الخطاب ده إلى كل فريق المسرح، بنات وبنين، كل اللي اشتركوا معانا في المسرح، كل اللي شاركوا معانا في استعراضات، في مناسبات، في مسرحيات، في أعمال، في إلقاء، أي حد يشارك معانا في نشاط المسرح. النهاردة أنا بوجه لهم خطابي ده. طبعا أحب أهنيهم على المجهود الرائع والمجهود الكبير اللي اتحقق السنة دي 2014. طبعا أنا بتكلم النهاردة في يوم الخميس 17/4/2014. حابب بس اقول شوية حاجات كده، ان بداية من اول ما بدأنا مع بعض المسرح سوا مع مستر شريف ومعاكم، عملنا مجموعة من الاعمال كتيرة جدا، بداية من انيمال فارم او مزرعة الحيوان لجورج اورويل كعمل عالمي. برضو عملنا طبعا ده في مسابقة الفنون، في مسابقة أعياد الطفولة. عملنا برضو ذكريات طفلة، وكان فيها 3 استعراضات، يا بنات، فتحي يا زهور، يلا بينا. وطبعا كان عرض أكبر من رائع وحاز إعجاب الجميع، وأثبتنا كفاءتنا قدام الجميع الحمد لله. يعني بعد كده بدأنا مسابقة الإلقاء، والحمد لله مع مجموعة من الطلبة والطالبات. كنا 4 بس، يعني اللي حالفوا الحظ في انه يوصل لمرحلة متقدمة كان محمود لطفي، ووصل في الجمهوري، صف جمهوري، وطبعا لسه النتائج ما وصلتلناش بخصوصه. ده بالنسبة للإلقاء. بالنسبة الفنون، عملنا مسرحيتين، مسرحية محدش فاهم حاجة، وده كان مسؤول عنها بصورة تامة مستر شريف، ومسرحية تاجر البندقية، ودي أنا كنت مسؤول عنها مسؤولية كامة. وطبعا عرضنا المسرحيتين دول، للأسف يعني ما لم يحالفهم الحظ في طبعا احنا استفدنا كتير السنة دي، وعرفنا ايه الأعمال اللي ممكن تنجح ومعايير النجاح. يعني كان السنة دي كانت سنة مهمة جدا، نعرف من خلالها المعايير اللي مطلوبة في كل مسابقة. ان شاء الله احنا هنلتزم بيها، ومن خلال اللي احنا اكتسبناه السنة دي ان شاء الله انا بوعد الجميع ان احنا داخلين جمهوري كل سنة بإذن الله. طبعا دخلنا برضو في مسابقة المناهج بعملين، مسرحية التوازن البيئي كان مسؤول عنها مستر شريف، ومسرحية الأوزون، محاكمة الأوزون، وأنا كنت مسؤول عنها مسؤولية تامة. والحمد لله برؤيتي للإمكانيات الطالبات اللي معانا قدرت أوظف الشخصيات، قدرت اوظف العمل الدرامي بحيث ان هو يبقى عمل متميز. قدرت يعني يمكن انشأت كام شخصية كده عشان بنت او بنتين معينين كده، عشان شايف ان هم ممكن يبقوا مناسبين في دور معين، فعملت شخصية تبقى مناسبة. يعني ألفت العمل بناء على الإمكانيات اللي قدامي، وده يمكن كان سبب نجاح محاكمة الأوزون. والحمد لله نجح نجاح رهيب جدا لما وصلنا في الجمهوري، وحاز كم تسقيف عالي جدا طبعا كلنا شفنا. وانا اتفاجئت برضو ب يعني تطور في الأداء لآلاء مجدي ولبرضو يمنى عثمان.
طبعا الحمد لله كان اغلب الفريق، يعني يمكن انا عايز اتكلم شويه عن محاكمه الاذون باعتبار ان هو عمل متميز. دخلنا بيه مسابقه مهمه اللي هي المناهج، ودخلنا بيه جمهوري، والكل شافنا دلوقتي. يعني الحمد لله دلوقتي بقى اسم مدرسه رياض الصالحين معناها منافسه. ما عادش الاول ما عادش في حاجه اسمها تمثيل وبس او تمثيل مشرف او الكلام ده، لا، احنا بندخل دلوقتي على منافسه في الجمهوري، داخلين عارفين احنا بنعمل ايه، داخلين عايزين نحقق مركز في الجمهوري. وده طبعا الحمد لله اللي اكتشفوا في الاخر اللجان اللي كانت بتصعد اعمالنا، اكتشفت فعلا ان احنا داخلين عشان الجمهوري، مش رايحين نهزر. طبعا العمل بتاع محاكمة الاذون انا زي ما قلت عايز اتكلم عليه شوية. طبعا انا بشكر كل اللي ادى فيه وكل اللي شجعنا في اننا نتبنى العمل ده. طبعا كان معانا موهبتين كويسين جدا، ندى العراقي وخلود، بس يمكن ظروف يعني حصلت لهم في البيت اضطروا ان هم يغيبوا او برغباتهم الله اعلم. يعني المهم يعني ان هم بعدوا عن المسرح، واضطرينا ان احنا نجيب بدلاء ما شاء الله عليهم. كان لحسن حظنا برضو ان هم كانوا قدوا المسؤوليه وحققوا فعلا وقدروا ان هم يوصلوا بالعمل لاداء متميز جدا. طبعا الاء مجدي جت مكان ندى العراقي وكانت اكتر من رائعه وتميزت جدا بصراحه. برضو جت مي عادل مكان خلود، وطبعا برضو كان الحمد لله دورها متميز جدا. طبعا بالنسبة للديكورات ما كانش فيه كلام على الشغل اللي احنا عملناه في الديكورات، من ازياء، من رواب المحاميين، لليونيفورم بتاع القضاة، للسجن اللي كان موجود، ميزان العدالة. طبعا كان يعني بصراحة ديكور متميز. احنا كلنا كده ارتقينا في مسابقة الجمهوري. يعني ايه لو كنا ادائنا 60% كلنا حطينا عبء المسابقة وكنا اشتغلنا بصورة جدية في جميع المستويات. على مستوى الديكور ظبطنا الديكور بشكل كبير جدا بشكل مفاجأة. مستوى الاداء عالي جدا بشكل مفاجأة. طبعا انا لقيت ان في برضو عندنا في ساري صلاح الدين متميزة في عمل سابق لقطت فيها قدراتها على الكلام السريع، فاخدت الجزئيه دي منها ووظفتها في العمل الدرامي محاكمه الاذون، وما شاء الله خدت سكسين تسقيف، وكانت هتاخد اكتر من كده لو كانت نفذت تعليمات، بس مش مشكله. يعني طبعا احنا بنستفيد. هيبقى في قعده مع بعض تانية نشوف ايه اللي احنا كان ممكن نعمله بحيث ان احنا نوصل برضو لاداء اعلى. احنا الحمد لله كاداء وكعمل رائع كان ممكن نوصل لاعلى من كده، بس مش مشكله يعني ما نطمعش كتير. احنا الحمد لله بسؤالنا لرئيس اللجنه قال العمل اكتر من رائع، وده شهاده كبيره نعتز بيها. الجميع اللجنه بتكلمني على الاخراج على اساس ان هي شافت نواحي لمسات فنيه كنت انا دخلتها في العمل ده. حسوا ان مش حد مبتدئ او حد صغير هو اللي يعمل اللمسات الفنيه دي. فطبعا الحمد لله يعني انا ارتقيت بالاداء الاخراجي، ارتقيت باداء الديكور، الممثلين ارتقوا بأدائهم المسرحي. كان في الاخطاء بسيطة جدا،
لأول مرة توصل نسبة الأخطاء أو نسبة عدم تنفيذ التعليمات يمكن لا تتجاوز نسبة 5%. ال5% دي لو كانت اتنفذت كنا هنبقى 100%، بس طبعا الكمال لله وحده يعني. طبعا ان احنا نبقى 95% من التعليمات تنفذ ده يعتبر انجاز كبير جدا ويعتبر شغل كبير جدا، وانا عارف ان الكل تعب في العمل ده. عشان كده وصلنا للوضع اللي احنا فيه.